كما قلنا لكم في بداية حصتنا، ضيفنا اليوم هو سي محمد الربحي، المدير العام للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية. صباح الفل والياسمين. صباح الخير، اهلا وسهلا، مرحبا بكم ومرحبا بالساده المستمعين. نورتنا سي محمد. كي نقولوا الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، الهيئة ذي كيفاش نقدموها للمستمعين؟ شنو الصلاحيات متاعها وأساليب العمل؟ شكرا على الاستضافة وإتاحة الفرصة. هي الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية هي مولود جديد جاء عن طريق القانون اللي صدر في 2019، قانون 25 لسنة 2019 المتعلق بالسلامة الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات. هذه القانون هذا تعمل على مبدأ تقييم المخاطر باش تكون فما معناه كما صار في الدول المتقدمة إلى غير ذلك، لأنه احنا قبل القانون اللي نطبقوا فيه هو قانون ما يعتمدش على تقييم المخاطر، بالعكس هو يعتمد على الزيارات الفجائية والتحاليل ونحكم وقتها على الوضعية إلى غير ذلك. بينما ما هوش معقول، لأنه أنت أثناء الوقت هذاك متاع الزيارة تنجم تكون العملية كانت محترمة، توجدها غلات غير عادية، ولكن والعكس بالعكس. هكا علاش احنا القانون هذا هو جاء هو تقييم بروسيسوس كامل. يعني انت في وقت من الاوقات مزدي الخدمات ما كانش عنده، ما كانش مجبور باش يعمل الرقابه الذاتيه نتاعه، وما كانش مجبور باش يرسي نظام الجوده، ما كانش مجبور باش يعمل لك الدلائل نتاع الممارسات الجيده الى غير ذلك. توا ولات ملزمة طبقا للقانون. كيف في وقت من الأوقات كانت عدة متدخلين، عدة وزارات الصحة تراقب، وزارة الفلاحة تراقب، وزارة التجارة تراقب السلامة الصحية، ولكن توا القانون أعطى الصفة الحصرية للهيئة، أنه ما عاد حتى هيكل ينجم يتكلم على المراقبة الرسمية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بخلاف الهيئة. هذه المجالات التدخل هي عديدة. مجالات التدخل هو الاسم لمحالة يوحي أنه كان المواد الغذائية، ولكن لا، راهو فيه المواد الغذائية، فيه المياه بأنواعها، سواء كان مياه صالحة للشرب، سواء كان مياه معلبة، مياه مستعملة معالجة ومعاد استعمالها لأغراض فلاحية، كل ما عنده علاقة باللومبلاج متاع المواد الغذائية، كل ما عنده علاقة بالتوريد والتصدير، هذا كله من مشمولات الهيئة. كيفاش تراقبوا؟ كيفاش أساليب العمل متاعكم؟ هل أنكم تراقبوا المواد قبل ما توصل للتاجر، قبل ما تدخل البلاد؟ هل أنكم تراقبوا المواد خلال العرض سواء في المطاعم وإلا في المحلات وإلا في المراكز التجارية الكبرى؟ هل أنكم تراقبوا اعتمادا على ما يوصلكم من إشعارات؟ كيفاش تتم العملية متاع المراقبة دي؟ هو المبدأ العام هو أنه المراقبة تصير في إطار برنامج متاع وقاية، لأنه ما تستناش حتى تصير الحريقة باش تدخل. احنا كيفاش عملية التدخل؟ هو يتم اعداد برنامج، ينجم يكون سنوي، ينجم يكون 3 سنوات 5 سنوات، ولكن فيه اهداف. يبقى انه طريقة العمل هي تعتمد على المبدأ متاع حسب المخاطر. يعني انت تعمل التبويب متاع ميادين التدخل، المحلات العمومية، شنية هذه مجازر، هذه مطاعم، هذه معامل الى غير ذلك، وتقيم نوعا ما درجة الخطورة متاع. كيفاش تقيمها؟ عندنا مخابر تتعدى على المخبرة؟ هو فيه تحاليل، فيه خصوصية المادة الغذائية، معناها مع التلوث سواء كان بيولوجي ولا فيزيوكيميائي الى غير ذلك، مخاطرها على الصحه. هذه الكل هي عده مؤشرات، عده علامات ان نبوبوا بها مدى خطوره او مدى اولويه المجال هذاك التدخل. لانه انت وقت اللي باش تبوب طبيعي جدا باش ياخذ بعين الاعتبار كل ما عنده علاقه بالمراقبه الذاتيه، كل ما عنده علاقه بالارساء نظم الجوده، اللي عنده هك الدلائل نتاع الممارسات الجيده وتكون مصادق عليها من طرف الهيئه. يعني كل ما يعرض اليوم للتونسي في الاسواق
هو مراقب من طرف الهيئة متاعكم؟ طبيعي. يعني نستهلكوا نحن مطمئنين بسؤال بطريقة أخرى. هو طبيعي جدا أي. على مستوى المحلات المفتوحة للعموم. هذه مسؤولية الهيئة، لأنه شوف أنت سألتني سؤال وين نرى المادة الغذائية وين يتم مراقبتها. هي على كامل السلسلة اللي تمر به، من الانتاج حتى لتوصل للمستهلك. يعني هي سلسلة كاملة. وعلاش أنا حكيت لك في الأول أنه فيه تقييم لمسار كامل تمر به المادة. وإحنا إن شاء الله توا هنا إن شاء الله النصوص التطبيقية اللي إحنا ثم معناها كمية تم إعدادها، وفما البعض في طور الإعداد. إن شاء الله وقت لا ترى النور باش يولي فما استرسال. أنت وقت لا توجد كعبة طماطم في محل تعرف منين جايه بالضبط، لانه هذيك احنا نسميوها الاسترسال. وهذايا لانه انت وقت لا تعرفها منين جايه تعرف الفلاح كيفاش سقى، شنو هي نوعيه التربه، شنو هي نوعيه الماء، شنو هي نوعيه يكون عندك المعلومات يعني والمعطيات الكل على الماده هذيك. كل شيء ناخذوه معي الاعتبار. وتعرف انت يا اخت نبيله اللي احنا في وقت من الاوقات كنا نعطيه الاولويه للتلوث البيولوجي، لأنه يعطي أكل حالات تسمم الحادة. ولكن توا ولينا حتى التلوث الفيزيوكيميائي في علاقة بك الملوثات الدقيقة إلى غير ذلك، هذه كلها معناها ولات على نفس الدرجة من الاحتياط بالنسبة لنا. والبرنامج متاعنا الحقيقة بدأ احنا راو بدينا في مازلنا غير كي بدينا. احنا توا ركزنا الإدارة المركزية. نحن البرنامج مش نحكيو عليه بتفاصيل، ومن بعد لا نسمعوا بعد إذنك فاصل إشهاري، ومن بعد نرجعوا نحكيو على البرنامج متاع العمل متاعكم وأبرز ما سجلناه في الفترة هذه. نحن اليوم 27 أوت، أبرز ما سجلناه من تجاوزات على مستوى المواد المنتوجات الغذائية، ثم حالات التسمم اللي تعرضنا لها مؤخرا، وقادمين على مولد زادة وهذا يهمنا، وعودة مدرسية وجامعية، فالمواضيع عديدة. نسمعوا الفاصل ونرجعوا. إشهار. الضوء حاجة ضرورية، طاقة تنور حياتنا، تنور ديارنا وحومتنا وبلادنا، طرقاتنا ومصانعنا وجامعاتنا. الضوء يعطينا البرود ويخدم آلات نستحقوها، يمشي خدمتنا وأعمالنا، وضروري لسبيطاراتنا. هذاك علاش يلزمنا نتعاونوا الكل باش نقتصدوا في استهلاكه ونعرفوا كيفاش نتصرفوا فيه. الطاقة ضرورية في حياتنا ويلزمنا نستحفظوا عليها. في الصيف نعدلوا الكليماتيزور على درجة معقولة ونسكروا شبابك والبيبان. ما نستعملوش الغسالة والسشوار والحديد والآلات اللي استهلاكها كبير وقت الذروة من 11 متاع الصباح حتى 4 متاع العشية. وزارة الصناعة والمناجم والطاقة. صيف السنة استحفظ على طاقتك تربح راحتك. إشهار. ضيف الماتينال. نرجع نواصل معكم ضيفنا اليوم. نعاود نذكر سي محمد الرابحي المدير العام للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية. بدينا حديثنا حول الهيئة ومهامها اللي أحدثت بعد قانون 2019. وصلنا للبرنامج العمل متاع الهيئة اللي مازال كنت قلت لي سي محمد. صحيح. هو احنا بدينا بالضبط خاطر هي تقسمت. فما مراقبة السوق المحلية، مسالك التوزيع الداخلية، وفما المراقبة عند التوريد، وفما المراقبة عند التصدير. يعني المراقبة متاع مسالك التوزيع بديناها من جويلية 2022، يعني توا معنا عامين وشوي. شو لقيتوا فيها من اللي بديتوا لليوم؟ لا لقينا ما شاء الله مثلا ما شاء الله. فما عديد التجاوزات الحقيقة. في وقت من الأوقات كانت حتى المزدي حتى البعض، لأنه فما ناس الحقيقة ديزوبيراتور ايكونوميك فاعلين اقتصاديين يحترموا الحقيقة رواحهم ويحافظوا على سمعة سلعتهم إلى غير ذلك. ولكن فيه عديد التجاوزات خاصة في مستوى التخزين إلى غير ذلك، وهذا وجدنا فيه مشاكل كبيرة. يعني هو شنو يخزن في مكان غير مهيأ للخزن، مرات مكان غير مهيأ، طريقة غير صحية. في بعض الحالات تاريخ الصلاحية ينتهي ولكن يبقى يروج. في بعض الحالات يبدأ فيه علامات متاع الفساد ظاهرة، سواء كان انتباعات روائح كريهة أو فيها العلامات متاع
نمو الفطريات الى غير ذلك. يعني الحقيقه فما عده تجاوزات توا. وهنا ايش يقول القانون؟ سامحني ديما نقص عليك مش تفاعل معك سي محمد، بالعكس نقص على حديثك بالعسل. بالعكس احنا هنا لا. شنو يقول القانون في هذايا؟ معناها مش التاجر المتجاوز فيها خطيه ماليه، فيها حبس؟ باش نكون صريح معاك، هو قبل كل شيء احنا رانا وهذايا مزدي الخدمات اللي يسمعوا فينا، احنا رانا ماناش سيف مسلط ونعسوا لهم على بتيت بيت، لا احنا رانا شركاء، نعتبروا روحنا شركاء باش الهدف هو تأمين منتوج آمن يوصل للمستهلك. ولكن القانون راهو ما يرحمش. القانون فما باب كبير اسمه باب العقوبات، وراهو عقوبات ما هي سهله، راهي توصل مئات الملايين خطيه، توصل للسجن، معناها للغلق. يعني القانون الحقيقه راهو صارم. ولكن احنا بالنسبه لنا الاولويه وقت اللي يبدا انسان متفاعل ويبدا انسان معناها عنده حسن نيه ويحب يعمل حاجات ويحسن، احنا نعظوه ونأطروه إلى غير ذلك ونمشيوا معاه. ولكن إذا كان الراو اللي فما تقاعس في وقت ما أو إلى غير ذلك، احنا نطبقوا القانون. وهذا والناس كل تعرفوا اللي احنا توا من نتوانى ولا لحظة باش نطبقوا القانون ضد إيذاء المخالفين. قديش من عملية حجز صارت مثلا، ولا قديش من مخالف صار خلال هذه السنة؟ فما أنت في الفترة هذه بالذات، الفترة متاع اللي تعدت من 2024 اللي هي نوعا ما 6 أشهر معناها حوالي معناها محجوزات، راي المحجوزات بالأطنان. يعني احنا توا حوالي 1500 طن من المواد الغذائية اللي تم حجزها لسبب أو لآخر. احنا بالنسبة لنا كيفاش تتم العملية؟ وقت لا أنت تمشي تراقب كاني الأمور منظمة، فما نظم جودة، فما مراقبة ذاتية، فما الممارسات الجيدة محترمة، ظروف الخزن والأعداد هذه كلها محترمة، ما فماش إشكال. احنا بالعكس معناها نفرحوا تبدأ الأمور ولكن منظمة. إذا كان ثم أدنى شك يتم الحجز الوقتي، يعني بلوكاج، ونقوموا بالتحريات اللازمة، خاصة منها التحاليل والتثبت في الوثائق، وباش نحكموا عليها حسب النتائج إلى غير ذلك. قديش بنعاون مراقبة في الهيئة؟ احنا توا 420. هل يكفي هذا لتأدية المهمة؟ هو شنو هذه النواة الأولى، لأنه هي شنية الهيئة؟ هي باش تجمع هياكل الرقابة في هيكل وحيد، وهك المراقبين اللي كانوا على مستوى وزارة الصحة، وزارة التجارة، وزارة الفلاحة، اللي يقوموا بالمراقبة الرسمية، هذا من المفروض كانوا كلهم يجيوا. ولكن فما وزارات الحقيقة تفاعلت إيجابيا، ولكن فما وزارات وربما نتفاهموا احنا، تعرف أنت الانتدابات مسكر إلى غير ذلك، ما يحبوش يخليوا فراغات إلى غير ذلك. احنا هذايا إن شاء الله باش نناقشوه على مستوى وزارة المالية في قانون المالية، وإن شاء الله ناخذوا الانتدابات اللي يلزم باش تكبر الفرق متاع المراقبة وتتولى مهامها كما يجب على كامل تراب الجمهورية. 707 حالة تسمم غذائي مؤخرا، ذي رقم صرحت به أنت. هو أكثر شوية، هو 717، هي 720، حوالي 720 حالة. هذوما شنو هو؟ قبل كل شيء ساعة هي تسممات غذائية جماعية. باش نتكلموا على تسمم غذائي جماعي أو نتكلموا على بؤرة متاع تسمم غذائي جماعي، وقت اللي يبداوا عنا حالتين فما فوق عند بنفس الأعراض واكلين نفس الماكلة، نولي وقتها نحكيوا على بؤرة متاع تسمم غذائي جماعي. واللي نعرفوها أيضا هو أنه التسممات الغذائية الجماعية هي تدخل في باب التبليغ الإجباري. يعني طبيب سواء كان في الإطار في القطاع العام أو في القطاع الخاص، وقت اللي يجيوا حالتين مرضية فما فوق عندهم نفس يعلم مباشرة يعلم. وإن فوا جاتنا المعلومة، احنا تنطلق مباشرة العمليات الاستقصائية باش نشوفوا شنية الأسباب اللي أدت لوقوع التسمم الغذائي، شنية أنواع الجراثيم، شنية معناه باش ناخذوا منها العبرة. هذا من جهة أخرى، خاصة إذا كان في محل مفتوح للعموم، باش نوقف
الطيار باش نوقفوا العمليه نتاع العدوى. وهذه راهي تكون عملية حينية مباشرة بعد حاجة urgent بالوقت، حاجة بالوقت. ولكن الإشكال هو اللي صار وين؟ الإشكال هو في الوسط العائلي، لأنه احنا توا كما في العرس مؤخرا هذا هو توا احنا في الوسط العائلي هو فضاء خاص. يعني حتى ولو هو عرس وإلا طهور هو يبقى فضاء خاص، والفضاء الخاص ما تنجمش تدخله الا باذن من كل جمهوريه طبعا. وباش تدخل باذن من كل جمهوريه باش تطلب يلزم تفسر ويلزم توضح ويلزم وعلاش احنا خاصه الفضاء العائلي ما نجموا ندخلوا له كان عن طريقكم انتم مشكورين جدا، لأنه الحل يكمن في التثقيف والتحسيس معنا من أجل الصحة. معناه باش المنظم للحفلة يلزم يحط في باله اللي راهو زلق بفلق. يعني تو في وسط آخر عدد الناس اللي تستهلك محدود، حتى كيف تصير تسمم تصير عدد محدود، بينما في عرس وإلا في طهور هذه بالمئات. وقت اللي الله لا يقدر يتم توزيع أكلة غير محترمة ولا ملوثة، طبيعي باش تكون العدد كبير نتاع المتضررين من الأكلة ديك. جبت أخيرا شنو صار، وصارت حتى اعتصامات وغلق للطريق إلى غير ذلك. الناس عندها الحق تحب تعرف إلى غير ذلك، احنا هاو نعطيو المعلومة الصحيحة. ولكن هذه راهو فما مشكلة اسمها تدني البنية التحتية، اللي الأماكن اللي تم فيها الإعداد. خاطر توا أنت في أغلب الحالات وقت اللي نعملوا إحنا العمليات الاستقصائية نلقاو اللي أغلب العراس الإعداد متاع الأكلات في جراج عادي، يفتقر الماء الجاري، يفتقر لسلسلة التبريد، يفتقر نقطة غسل الأيدي، يفتقر. وفي أغلب الحالات الأكلة يتم إعدادها مسبقا، يعني معناها الطاجين من البارح يتم إعدادها سلطة مشوية على أنا ما نحكيش على البارح، أنا نحكي في نفس اليوم مثلا على الصباح بكري يتم إعداد السلايد. تصور أنت سلايد مشوية وسلطة معنا شنو وطواجن ولينا ننوعوا برشا احنا، وحطها كيف ما هي، فهمت. ونفس المباشر نفس الشخص اللي يتم بالاعداد اللي يقوم بالاعداد يعني يمس الني ويمس الطايب، وقت اللي انت ما عندوش وين يغسل يده، ما عندوش معناه طبيعي جدا باش يكون فما التلوث التقاطعي، يمس الطايب ويبث يمس الني الى غير ذلك. نرجع لعدد التسممات الغذائيه اللي تم تسجيلها خلال الفتره المنقضيه من سنه 2024. احنا الى حد الان تم تسجيل 44 بؤره نتاع تسمم غذائي جماعي. 44 بؤرة نتاع تسمم غذائي جماعي. الحقيقة موزع على كامل تراب الجمهورية، موزع على كافة ولايات الجمهورية. ولكن المعلومة اللي يلزم نعطيوها باش الناس تعرف أهمية اللمات هذه العائلية، أنه 62% من حالات اللي تم تسجيلها هي في الوسط العائلي، في العروسات واللمات نتاع العائلة. يعني هذه فما إشكال. احنا ال 24% من التسممات في الوسط التجاري، يعني تم اقتناء مواد من فضاءات تجارية، وهذا احنا يعني تدخلوا طبيعي في الحين وهذه ما عندناش مشكلة لأنه فيه تتبعات قانونية إلى غير ذلك. يبقى أنه ثم أنواع متاع جراثيم، يعني انت التسممات الغذائيه مش كلها كيف في البؤر ذي فما حالات خطيره ولا هو الحاجه الباهيه اغلبيتها تعدات يعني سلامات، والحمد لله احنا ما سجلناش حالات وفاه وما فماش حالات خطيره. يعني 10% حوالي 10% من المتسمين يقعدوا فتره وجيزه للمراقبة الطبية، معناها سيرفيانس ميديكال، ويخرجوا وما فما حتى إشكال. هذه الحاجة الباهية. الحاجة الثانية اللي نركز عليها هو أنه أغلب الجراثيم اللي سجلناها واللي هي تثبت في التسممات الغذائية هما نوعين. هما جرثومة اسمها ستافيلوكوكوس أوريوس، واللي هي بالعربية المكورات العنقودية،
خاطر فما ناس تسمع فينا لازم نحكي ليش الاسم تجي؟ الصحيح. هذه عادة وقت اللي يبدا واحد عنده دماله ولا جرح في يده ملوث الى غير ذلك، وقت اللي يمس الماكله باش يعديها، وهذه الخاصيه نتاعها الجرثومه هذه معناها تتكاثر بالكدا قبل ما تتكاثر في الماده. وقت اللي وقت المستهلك يستهلكها اللي فيه ما يطولش برشا، معناها مازالت السهريه متواصله، مازالت السهريه والعباد تبدا طايح اكثر من الوقت. وهذه الخاصيه نتاع الجرثومه هذه. الجرثومه اللي صار في العرس سامحني فيها وفيها الزوز. أي. والثانيه هي نوع نتاع سالمونيلا، هذه تاخذ شويه وقت لانها تتكاثر كان في الامعاء وفي المصارن الى غير ذلك. وقت اللي تتكاثر تسيبك السموم نتاعها، وقت اللي احنا ناكلوها وقت اللي تكثر تفوت حد طبيعي معناها المستهلك والمواطن باش يحس كذا ويمشي للسبيطار الى غير ذلك. هذوما الجرثومه هذه تجي من الدجاج ديريفي، خاطر تو انت طواجن وواحد ما فما عظم وفما دجاج وفما دونك، والكلها القاسم المشترك هو انه عدم احترام اكل الممارسات الجيده وعدم احترام اكل الغسل اليدين بصفه مسترسله. نرجع للتسمم اللي صار اخيرا في باش نقص عليك مرة عليسي. وديما بالعسل نقص على كلامك لأنه عنا ومضة إشارية أخرى نسمعوها ونرجعوا للحالة هذه اللي تحب تفسرها لنا. إشهار. في بالك انت، في بالك وانت، هي انت في بالك وهو وهي في بالهم، البلاد الكل تحكي في بالك، زعما اللي في بالي هو اللي في بالك. إشهار. ضيف الماتينال. ما زلنا مع ضيف الماتينال مرة أخرى. مرحبا سي محمد. نرجع للحالة هذه متاع اللي حبيت تفسرها لنا. هو التسمم الغذائي الأخير، العرس اللي هو تم توزيع حوالي 600 وجبة وتسموا منها حوالي 285، يعني وصلنا بريسك 50%. الانواع نتاع الجراثيم الزوز موجودين يعني الستافيلوكوك هذيا والسالمونيل، وهذا من الجرح الموجود فيه اللي هو الستافيلوكوك وجدناها كان في نوع معين في سلاطة دونك بالمس المباشر إلى غير ذلك، ولكن السالمونيل وجدناها الحقيقة تصور أنت في السلاطة وفي الطاجين وفي الحمل الطايبة. معناه يقول القائل مش يقولوا ديما كي نطيبوا الماكلة تغيب الجراثيم، هذا اللي نحب نوصل له. احنا يقول القائل وقت اللي نطيبوا ماكلتنا واحنا التوانسه ناكلوا طيب بالكدا نطيبوا، معناها وقت اللي تفوت انت درجة حرارة 60 و70 و80 درجة اغلب الجراثيم تموت، وهذوما الجراثيم هذم يموتوا. ولكن شنو اللي صار في التوزيع؟ صار التلوث بعدي، معناها وقت اللي الماكله تعبت باش نوزع ولا باش نقص ولا باش نمس وقتها تاكل بعضها، وهذه هو الاشكال. هك علاش احنا هذه فرصه باش نزيدوا ناكدوا ان وراه الجانب نتاع المتعلق باحترامك الشروط الاساسيه، قواعد الصحيه للمنتوجات اللي مش تقدموها لضيوفكم في دياركم. بالضبط، سواء كان في علاقه باختيار نوعيه الماده الاوليه، سواء كان في علاقه باختيار مكان اللي باش نعدوا فيه، على الاقل لازم تكون تتوفر فيه ادنى شروط. السيد اللي باش يحضر لنا ولا السيد ولا السيده يلزم تكون فما اقل اضعف الايمان تكون عنده درايه بالظروف الاساسيه نتاع الممارسات الى غير ذلك. بالطبيعه سلسله التبريد هذه احنا علاش وقت اللي يدخل الصيف الحقيقه نبداو خايفين تكثر. علاش؟ لانه احنا هي ارتباط مباشر ما بين سلامة الأغذية وارتفاع درجات الحرارة، لأنه هذيك معناها ارتفاع درجة الحرارة يساعد على النمو وتوالد الجراثيم بأنواعها، وبالتالي تتأثر نوعية المنتوجات وتكثر التسممات الغذائية. باهي، تو مش نجيب بأسلوب برقي فيما تبقى من الوقت، مش نحكي ونحن التونسي يبدأ يستعد للمولد العسيدة، ورغم اللي فما قلة في مادة الزقوق ومع ارتفاع مشط للأسعار وصل 50 دينار، لكن فما عائلات تتمسك بالعادات والتقاليد
وتحرص على أنه فما مراقبة المدى في الشأن هذايا، وبعض النصائح اللي يقدموها المستمعين؟ صحيح. احنا لما تعرف انت وقت اللي يتم اعداد البرنامج السنوي، فما فترات هذه تبدا ظاهره معناها فيها برامج خصوصيه كيما المولد، العيد الكبير، كيما راس السنه، كيما كل فتره عندها خصوصيه. وهذيك احنا الحقيقه نفردوها بمخطط خاص. هذه نفس الشيء. مالغري اللي زقوقو ما فماش برشا حسب ما نسمع، وبون ربما احنا في شكون يعمل بوفري ربما احنا هذا هو احنا ربما في الايامات الجايه باش يكثر العرض، ولكن احنا بديناه عنا اسبوعين التالي. والحقيقه كان البرنامج هو شنو، احنا الهدف هو انه على مستوى المصدر نأمنوا سلامة المنتوج. خاطر إذا كان أنت تأمن سلامة المنتوج على مستوى الوحدات الصناعية، وعلى مستوى هك النقاط البيع بالجملة، وعلى مستوى المساحات الكبرى، عندك أمال معناها probability كبيرة باش المنتوج يوصل مستهلك سليم. أما ما بين المنتج والمستهلك المسافة طويلة، لأنه يتعدى برشا مراحل. نعرف جستما هو شنو احنا فما خاطر تو على مستوى وحدات التصنيع ولينا توراو اما نرحيوه نحضروها سلاطه، نحضروها عصيده، وانا بقيت في السلاطه نتاع العرس فهمت. وهذيك عندها ظروف معينه لازم تعدى بها، مش كان ظروف الاعداد ولا الممارسات الجيده، حتى من التاشير نحرصوا باش يكون مطابق لما يجب ان يكون عليه، ولا نسمح أنه يتم مغالطة المستهلك بأي طريقة كانت. احنا في الأيامات هذا احنا فتنا 350 حوالي 400 زيارة رسمية روا قمنا بها، وتم تحرير عدة محاضر ضد مخالفين. شنو نوعية المخالفات؟ هو نوعية المخالفات يعني عرض مواد غير صالحة، خاصة منها الفواكه الجافة، بليك اللي يبيعوا في السوق الموازية، مش في هاو باش نجيوه هذاك جيستمون. بارك الله فيك. خاطر انت توا احنا علاش نحكيو؟ احنا نحكيو على المحلات المنظمة، المسالك المنظمة اللي فيها عنوان. معناه كان في المنظم شديته هكايا، فما بالك في الغير منظم. الغير منظم الحقيقة فما اشكال. الغير منظم احنا توا ديما فما شكون يلوم عليه، لأنه مدام يسوق في برويطة ولا في كروسة، ولا سواء كان يبيع في العصيدة ويزقوق، ولا يبيع في القطو، ولا يبيع في الكسكروتات، يلوموا علينا كيفاش احنا نخليوهم. احنا راو هذه مش دخل، احنا هذه راو انتصاب، والانتصاب راهو من مشمولات البلديات إلى غير ذلك. يبقى أنه احنا هذوما نعالجوا الوضعيات هذه في إطار لجان مشتركة فيها الأمن، لأنه المسالك الغير منظمة راهي فيها خطورة، لانه انت باش تمشي له هو بائع متجول ما تعرفش عليه شنو ما يراقبها حد، ما نعرفوش منين جات مصدرها. لا هو احنا في اغلب الحالات نراقبوها في اطار لجان، ولكن المراقب الاساسي هو المستهلك. معناها ننصحوا المواطنين مش ما يشريوش من النصابة. وهو كذلك حتى ولو نشري، خاصة بالنسبة للزقوقو اللي تبدا ظاهرة كمان الزقوقو. معنا شنو نشريو نحن من النصابة؟ نشريو اللي نزينوا بيه، خاطر يبدا باقل سوم، عرفت اللي الملون اللي حبوه صغار، واللي فيه مواد ملونه اللي ينجم يكون خطير جدا. بيان سور احنا توا انت ملون راهو ثم ملونات ممنوعه، راهي فما ملونات تاثر ما نحكيش على باش ما نعطيش حاجات خطيره ما تفجعهمش، ولكن راهي تنجم تاثر على صحه الصغيرات والكبار والمرضى الى غير ذلك. وهك علاش احنا ديجا احنا الى حد الان تم حجز 1000 معنى طرناطة و600 كيلو من الفواكه الجافة المعروضة واللي هي غير صالحة، ناهيك وأنه 2.5 لتر معناها تصور أنت 2.5 لتر من الملونات راي تعمل لك راي إيترا مش لعبة، راي تعمل لك ما تعمل. هذا يحجزناها علاش؟ لأنها غير مطابقة، لأنه غير مسموح باستعمالها إلى غير ذلك. دونك إحنا اللي نطلبوه من المواطن المستهلك هو أنه الهيئة راي بدأت تبسط في برنامجها
على كامل تراب الجمهورية، ورانا موزعين على كامل تراب الجمهورية. يبقى أنه ثم حويجات إن شاء الله تتروشك، ولكن زاد نحبوا المستهلك يكون واعي ويعرف منين يشري، يعرف ايش يشري. وحتى ولو صار فما اشكال ما فيها باس، احنا لو عندنا رقم اخضر، وذاك مش نسالك كيفاش يتواصل معاكم بالضبط. يتواصل معنا فما رقم اخضر 80 106 977. هذا يتم تلقي المكالمات وتحويلها بصفة حينية للمناطق المعنية، ويتم متابعتها ومعالجة الشكاية إلى غير ذلك. يعني إن شاء الله احنا بتضافر كافة الجهود إن شاء الله نكملوا الصيف هذه وما تبقى من الأعراس في ظروف طيبة على خير. وبالعكس احنا تورا ولينا عنا هيكل منظم، هيكل يوازي ما هو موجود في الدول المتقدمة. عنا توا احنا خليه نحل في مستوى النوع، في مستوى الكاليتي، في مستوى خلينا احنا زاد رانا مجبورين بالقانون باش نكونوا معتمدين. تصور انت احنا الشبكه متاعنا متاع المخابر والشبكه والمراقبين يلزمنا نكونوا معتمدين. ايش معناها معتمد؟ معناها معترف به دوليا. تصور انت هيئه في تونس معترف بها دوليا. اول حاجه ساعه السياحه باش تكون حاجه كبيره، التصدير باش يكون شيء كبير، لانه وقت اللي تشهد الهيئه اللي هي هيكل معترف به على مستوى العالم الى غير ذلك، هذه كل حاجات احنا بدينا فيها، وان شاء الله بشويه بشويه نوصلوا لها، حسنوا توصلوا الاهداف ما اكبر من هكا، لانه اكيد الهدف كبير. اليوم مع العودة المدرسية والجامعية، الأكلة الجامعية، المبيتات، هذا يظهر من مشمولاتكم. طبيعي جدا. كل ما عنده علاقة بالمواد الغذائية هو حصريا من مشمولة الهيئة. خاطر صحيح لو مرات فما مازالت فما شوية شوفشما، ولكن معناها هي دعوة أنه الناس الهيكل تحترم شوية مجالات التدخل، لأنه أنت حتى ولو الملف يمشي للعدالة راهو يرجع الهيئة سيستماتيكمون يعني، وتوا ما فيها باس. إذا كان أنت لاحظت حاجة ما ثم حتى مشكلة، نجموا ناخذوها ونواصلوا العملية باش ما يكون فما ربح للوقت. سألتني على العودة المدرسية. وقت نتكلموا احنا على العودة المدرسية ما نتكلموش كان على المطاعم الجامعية، نتكلموا على المحلات القراب للمدارس، للمدرسيات، نسبة صغيرة زي قدام المدرسة، والكسكروتات والحلوى والكاكي واللمجة وذيك الكل. هذا من شاء الله احنا فيهم برنامج وباش يكون برنامج متاع رقابة مكثف على مستوى المحلات هذه. وبالنسبة للمطاعم هذه احنا العام اللي فات راهو وجدنا شوية اشكاليات في علاقة بالمطاعم المدرسية. ثم تسممات غذائية، أنا ما حكيتش على معناها فما تسممات غذائية صارت في الوسط المدرسي. يعني تم تسجيل راهو 8 بؤر في الوسط المدرسي في السنة الدراسية اللي تعدت في الكانتين سكولير في المدارس الابتدائية لغير ذلك. والحقيقة فما علاش، لأنه البنية التحتية ما كانتش مهيئة باش تكون مطعم، باش يكون فما كسكروتات يحضروا، خاطر نفس المنظف هو اللي يحضر في الكسكروتات، هو اللي كذا. معناها فما صحيح نعرفوا اللي في الظروف، نعرفوا اللي الانتدابات ونقص في الأعوان، ولكن هذا ما يعني اللي نعطيه نظافة ما فيهاش وخاصة معناها عساس. لكن قبل ما تدخل الطيب تغسل، تمشي دوش وتلبس الواندوات وإذا كان بالضبط. وإذا كان زاد ما عنديش الإمكانية هذه ما فيها باس نعمل لهم بالي، فهمت؟ حاجات تجي حاضرة مراقبة وتكون الهيئة على بينة وتكون العملية سلسة ما فيها حتى إشكال. 80 106 977 هو الرقم الأخضر. إذا انتم شكيتوا في حاجة ولا لاحظتوا ولا حسيتوا اللي المادة اللي قدامكم تنجم تكون مادة يا إما ما هيش مطابقة للمواصفات متاع السلامة الصحية، وإلا منتهية الصلاحية، وإلا تنجم تسبب تسمم، فالرقم هذا هو موضوع على ذمتكم. توك الكراتب والأدوات المدرسية والستيلوات اللي نلقاوها يمين ويسار في النصب الكل، ذيك شكون يراقبها سي محمد؟
والله باش نكون صريح معك، هي ما تدخلش في مجال تدخل الهيئة أكيد. ولكن تعرف أنت فما الهياكل المختصة في وزارة التجارة. ما قبل كي كنت نطلبك الاستضافة نقدمك على أساس مدير مراقبة حفظ الصحة حفظ حماية الصحة المحيط. وحماية هي المحيط. ما زالت راهي حفظ الصحة وكانت حماية داخلة المحيط. في هي حفظ الصحة حماية المحيط في وزارة الصحة ما زالت موجودة. لكن أنت أنا الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية. احنا خذينا عطاونا طبقا للقانون، عطاونا الجانب المهمة المتعلق هذه بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وأغذية الحيوانات. ما تنساش زاد أغذية الحيوانات راهي كلها من مشمولات الهيئة، وكيف كيف المياه وما تبعها. أما المواد المدرسية هذه تبقى زادة في إطار اللجان المشتركة تتخدم ما بين وزارة الصحة ووزارة التجارة والأمن. آخر سؤال، المطاعم متاعنا نحن تونسي يحب ماكلة الشارع ونلقاوها زاد على كل لون يا كريمة، وفي الموسم هذا موسم الصيف برشا أجانب في تونس، فالمطاعم السياحية منها وغير السياحية هل تخضع للمراقبة وكيفاش تتم العملية وسجلنا شي تجاوزات؟ هو كل ما عنده علاقة بالمواد الغذائية يخضع للمراقبة الرسمية من طرف الهيئة، يعني سواء كان مطاعم سياحية، مطاعم مدرسية، جامعية، عمومية، هذه كلها تابعة. سجلنا حال معناها خلال الصيف هذه؟ الصيف لا، خلال الفترة السابقة سجلنا بعض الإشكاليات في علاقة بالجانب السياحي. زاد فما بعض البرك الناس اللي تعمل الزيارات من ولاية لولاية إلى غير ذلك، وقت اللي يتعداوا مثلا باش يعملوا اسكال ياخذوا حويجه، صارت فما شويه اشكاليات والحقيقه وعالجناها وان شاء الله تكون الامور في تحسن مستمر. الكلمه الاخيره ليك سي محمد، شنو توصي سواء كان العاملين في المجال هذا المصنعين والا المستهلك؟ هو انت بارك الله فيك علي تحت الفرصه، هو السلامه الصحيه للمنتجات راهي مسؤولية مشتركة. احنا بالعكس ربما نحطوها في هي السلسلة متكونة من 3 حلقات رئيسية، فيها مزدي الخدمات اللي هو مسؤول على نوعية المادة متاعه، فيها الإدارة اللي هي معنية بالمراقبة الرسمية، وفيها المستهلك اللي يلزم يلعب دوره. دونك إذا كان هي سلسلة فيها 3 حلقات يكفي حلقة واحدة ما تمشيش بالكدا، الامور تتعطل وتصير مشاكل. هكا علاش احنا نحبوا نخدموا في بارفيت سامبيوز ما بينات بعضنا، وان شاء الله القادم افضل. ان شاء الله الهيئه تزيد في عدد اعوانها، ان شاء الله الهيئه توفق في مهامها، ان شاء الله الهيئه تكون ديما موجوده فين ما فما تجاوز، وان شاء الله انتم صحه دايمه ليكم. بالنسبه للتجار ربي يجيب لكم القسم والرزق اما بالحلال، من غير غش، من غير احتكار، من غير تلاعب بصحه المستهلك، خاطر حرام راهو اولا، ثم هذه صحه ما تتعوضش وما تتشريش بالفلوس. شكرا ليك سي محمد الرابحي على قبول دعوتنا، المدير العام للهيئه الوطنيه للسلامه الصحيه للمنتوجات الغذائيه. شكرا. ناكلوا نحن متمنين، ما ثم حتى اشكال. بالعكس امورنا واضحه. نسمع اغنيه ومن بعد نمشيو لموضوع اخر مهم بالنسبه للتوانسه، خاصه بالنسبه للطلبه اللي مش يقراو في الوسط نتاع تونس. محسن الفازع المدير العام لديوان الخدمات الجامعيه للوسط يكون معنا بعد لحظات، مش يعطينا الديوان واستعداداته للعودة الجامعية، عدد الأسرة والمطاعم الجامعية، وربما إذا فما ما يتقال للطلبة اللي ماشيين يقراو في جهة الوسط.